لو الحكاية فيها إن فيتو. من ضمن الأماكن التاريخية اللي بتعود للعصور الإسلامية سيدي محمد الفخري. ده المقام بتاعه. في بعض الأقوال بيقولوا إن هو كان مزين النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، بس ما فيش أي دليل على كده. في بعض الحكاوي إن في تحت سلم المقام بتاعه في مقبرة فرعونية ملكية. في ناس برضو حاولت كتير إن هي تكتشف المقبرة ديت، وانتهى بيها الحال برضو إن في شخص. برضو عايز أقول لك إن هو مفيش أي دليل على كده غير هو تعب الشخص ده بعد ما هو نقب، إن هو وصل بيه الحال إن هو قاعد على كرسي ب4 عجل اتشل. فالناس بتقول ان هو بسبب المكان وبركات المكان ونفحات المكان والحاجات كده، وهي اللي وصلت الشخص دوت لكده. بس طبعا كله بطل بعد كده كله بأمر ربنا سبحانه وتعالى، وده قضاء ربنا يعني. بطل الموقف، محدش بقى فكر ان هو نقب تاني ما راح بسبب الموقف ده. بالظبط كده. ده هو كده من اكتر برضو الاماكن اللي هي بتشد انتباه السياح عموما او بتجذب السياح. كمل بقى، انت قلت لي الناس اللي هم عندهم حلم الثروه او انتهت بيهم الطريق او نهايتهم، ولا حققوا احلامهم وخسروا حاجات كتير، من اولها ان هم خسروا نفسهم وعقلهم، تفكيرهم شرد بمعنى اصح. في امثله للموضوع ده، عايزين مثال او اتنين. مثال للموضوع دوت، انا اعرف شخص ان هو باع بيته ورا الدجالين واللي مش عاوزين. في امثال كتيره يعني. انا شفت ناس ممكن ان هي تقدر انها حتى تستغنى عن ولد من ولادهم عشان مثلا يتحضر عليه او تحضير الجان عليه، اللي هو يبقى زي علامة توصلهم للمكان ده. يعني اللي انا اقصده ان هم ضحوا بكل حاجة حتى بنفسهم باولادهم بمالهم، وفي الاخر ما وصلوش لاي حاجة. دماغهم تعبت بقى. دماغهم تعبت. يعني طبعا انت واحد ضحى بكل حاجه وفي الاخر ما وصلش لهدفه او ما وصلش للي هو عايزه، واكيد هتكون نتيجته ان هو مرمي على رصيف او في شارع. اعرف ناس كمان هنا تسببت في وقوع بيوت، تنقيب تحت البيوت، فأدى لانهيار البيوت ديت. وفي دليل ومعالم لسه موجودة لحد الآن، هم اتحبسوا.